أهلا بكم يا حبايبي في حلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة عن ممنوعات أثناء الحمل. عاوزاكم تركزوا معايا كويس، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. كتير منكم يا حبايبي أول ما بيعرفوا بس إنك حامل يبتدوا في قائمة الممنوعات المفتكسة. طب أنا بقى هعرفكم إيه هي الممنوعات اللي بجد عشان تاخدي بالك منها. ممنوع أكل اللحوم النية، يعني لازم تكون اللحمة مستوية كويس، علشان لو ما عملتيش كده هيحصل لك يا بنتي لا قدر الله إجهاض أو تشوهات للجنين. وكمان أكل البيض الني لأ، لأن البيض خدي بالك البيض الني بيدخل في تصنيع حاجات كتير. واللحوم المصنعة ممنوعة، وممنوع شرب اللبن البقري، اشربي اللبن المبشتر. وممنوع كمان أكل الجبنة اللي انت مش عارفة مصدرها ايه. وخدي بالك تاكلي الأسماك باستمرار، بس اوعى تكون مش مستوية. وبلاش الفسيخ، وابقى هاتولي انا اكل الفسيخ ده. وكمان ممنوع ان انت تخشي في درجة حرارة عالية، يعني بلاش اما تخشي كده تاخدي الدش بتاعك، بلاش المية تكون سخنة كده وبتغلي. وبلاش نظام الحاجات بتاعت اليومين دول، ايشي حمام مغربي وايشي ساونا وايشي جاكوزي، انا عارفة الحاجات دي بتعملوها ليه. وممنوع كمان الكحوليات والتدخين والفيتامينات المستوردة اللي بتبلبعي فيها عمال على بطال. لازم تستأذني الدكتور، ولو انت ماشية على دواء سكر او ضغط ما تبطليش من نفسك. لازم ترجعي للدكتور بتاعك، لان هو اكتر واحد هيكون خايف عليكي. وفي الختام يا رب تكوني بسلام. يلا يا حبايبي، انا هستنى رسايلكم على صفحة البرنامج، وانا هرد عليكم على طول. وهتوحشوني يا حبايبي للحلقة اللي جاية وبرنامجكم الداية.